قال ما بالك يا أبا بكر؟ الصديق يعرف صديقه من تعابير وجهه. قال ما في شيء يا رسول الله. قال ما بالك يا أبا بكر؟ قال لا شيء يا رسول الله. قال أقسم عليك ما بالك أعرفك. قال وقع شيء بيني وبين عمر وأنا المخطئ. قال والله ما أخطأت. يعرفه رجل أسيف ذكاء. قال والله ما أخطأت. وذهب عليه الصلاة والسلام متمعرا وجهه غضبان. يا أخي صديقي. طيب يا رسول الله مع عمر، ولو كان مع عمر يا أخي مقرب لي أبو بكر. خرج عليه الصلاة والسلام معه أبو بكر يبحث عن عمر، وعمر ذهب لبيت أبو بكر يبحث عن أبو بكر ويعتذر منه، فما لم يجده فقال أكيد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب في الطريق تلاقى، التقى أبو بكر والتقى عمر، فجث كل منهما على ركبتيه، وأخذ كل منهما يقول أنا المخطئ أنا المخطئ، وعمر يقول والله أنا المخطئ، ثم بكر يقول والله أنا المخطئ يا عمر. فتعانقا وتصافا وذهبت هذه الخصومة. فقال عليه الصلاة والسلام هلا تركتموني صاحبي آمن بي يوم كذبتموني، آواني يوم طردتموني، صدقني يوم قلتم كاذب وكاهن وشاعر. هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كل الأبواب إلى مسجدي تغلق إلى باب أبو بكر. الله أكبر.